بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض العلوم بتبقى عبارة عن دمج علمين مع بعض، يعني علم وعلم بنشغلهم مع بعض بطريقة ما بيديني علم جديد، زي مثلا علم اللي هكلمكم عنه دلوقتي عن أحد تطبيقاته، هو علم النفس الاجتماعي. إيه علم النفس الاجتماعي ده؟ احنا عارفين علم النفس وعارفين علم الاجتماع، ممكن نضمهم على بعض في منطقة مشتركة بينهم، اللي هي بنتكلم عن أشياء في المجتمع وفي نفس الوقت من منظور نفسي، او اشياء في النفس البشريه من منظور اجتماعي، وهكذا. فده اسمه علم النفس الاجتماعي، وده موجود في على فكره كتير جدا. يعني مثلا احنا عندنا في الهندسه في الهندسه المدنيه عندنا علم اسمه السويل ميكانكس. السويل ميكانكس اللي هو ميكانيكا التربه. ايه العلم ده؟ ده عباره عن دمج علمين مع بعض، علم الجيولوجيا وعلم الهندسه الانشائيه، نجمعهم مع بعض يديني السويل ميكانكس، ميكانيكا التربه. زي علم الماتيريال. الماتيريال ده بروبرتيز اوف ماتيريال، ده العلم اللي هو كان بيدرسه الله يرحمه الدكتور مرسي. ايه علم الماتيريال ده؟ كانوا بقى مصطفى الفقي جاهل طبعا يقول لك ده كيمياء، علم كيمياء. لا، مش كيمياء طبعا، ده جاهل. علم الماتيريال ده هو دمج ما بين علم الكيمياء وعلم الفيزياء وعلم الرياضيات وعلم الهندسه الانشائيه. يعني بنجمع بين اربع علوم فبيدينا علم الماتيريال، لذلك هو اهم علم في كليه الهندسه. الماتيريال اهم علم في كليه الهندسه هو الماتيريال. ليه؟ لان بنقدر نعرف الخواص الهندسيه لكل المواد اللي بتستخدم في عالم الهندسه. خشب بقى، حديد، تراب، رمل، اسمنت، نحاس، برونز، اي حاجه بنشوف خواصها ايه، خصوصا خواصها الميكانيكيه. يعني احنا لما نحطها تحت الضغط او تحت في ظروف التشغيل، جسم الطياره هيحصل له ايه في البرد، في السرعه العاليه، في مش عارف ايه، هو ده كله ده هندسه الماتيريال. ده من اهم العلوم في التكنولوجيا الحديثه. ده انا اتمنى يتدرس في ثانوي. اتمنى العلم ده من ضمن العلوم اللي انا اتكلمت عليها قبل كده اللي لازم تنزل في ثانوي. بنعلم الطالب فيزياء وكيمياء ورياضيات وبتاع. طب ما نعلمه بقى، بنطبق في الكلام ده في ايه؟ يعني انا اما درسنا كيمياء في ثانويه عامه، طب وبعدين وبعدين درست، عرفت خواص الكالسيوم، خواص الكربون، خواص مش عارف ايه، عرفت الكيمياء العضويه. طب انا مالي بالحاجات دي؟ انا كطالب ثانوي مالي بالحاجات دي؟ مالي؟ لا، انا عندي افضل ادرس له ماتيريال، خواص مواد، بحيث ان هو يقدر يعرف جسم الطياره بيتعمل من ايه، جسم محرك العربيه واي محرك بيتعمل من ايه، السبايك وايه ظروف التشغيل، جسم المش عارف ايه، انواع الاخشاب، النحاس ايه انواع. انا اسال اي حد اقول له إيه الفرق بين النحاس الاحمر والنحاس الاصفر والنحاس الابيض؟ حد يعرف الحكايه دي؟ الا اللي هم شغالين في النحاس، او يعني اللي هو يعني ناس، في ناس عندها فضول يعني تقدر تعرف. النحاس الاحمر ده هو اصل النحاس. النحاس المفروض الخام الطبيعي اللي جاي من الطبيعه، اللي مستخرج من مصنع التكرير ومصنع ده نحاس احمر. احنا بنضيف عليه زنك وحاجات بنسب عشان نعمله اصفر، وممكن نضيف عليه حاجه تانية عشان نعمله ابيض فضي، يبقى عامل زي الفضه. انت تالك انه فضه، هو مش فضه، ده نحاس ابيض. وهكذا يعني الفلنكات السكه الحديد ازاي، والضغط اللي عليها ايه، والشغل اللي عليها ايه، القضبان نفسها ايه اللي شاسيه العربيه يعني اذا الماده دي من اخطر المواد، لذلك بناخدها في كليه الهندسه، بياخدوها من اولى لرابعه. الماده يعني في مواد مستمره، لكن في مواد ما بتبداش غير في سنه ثانيه مثلا. وهكذا. انما الماده دي من اولى لرابعه، وممكن يبقى فيها توسع كمان لو عايز. المفروض تفضل طول عمرك تقرا في الماده دي. المفروض المهندس المدني يفضل طول عمره يقرا في الماده دي، لانها يعني مثلا بالنسبه احد فروعها الخرسانه. ماده الخرسانه اللي هي عباره عن زلط ورمل واسمنت وميه. اما انا كنت في كليه الهندسه، انا متخرج 83. 83 ساعتها الدكتور عبد الكريم عطا الله يرحمه، اللي هو كان اكبر واحد في الماتيريال في مصر، قال لنا
في 200 نوع من الخرسانه من الخرسانه. 200 نوع ده سنه 83. امال دلوقتي في ايه بقى؟ في الاف الانواع من الخرسانه تستخدم بقى في السدود وفي المفاعلات النوويه وفي يعني شغلانه. طب ده ايه؟ ماده واحده اللي هي الخرسانه. امال النحاس بقى والحديد والخشب والزلط والرمل واللي. ف عشان ما نشتش برضو عن الموضوع بتاعنا، نرجع نقول ان في علم. انتوا بتسمعوا، انا كنت اتكلمت قبل كده عن موضوع التنميه البشريه، كنت بقول ان هو احد فروع علم الاداره. انا نسيت اقول ان هو برضو بيبقى داخل معاهم علم النفس الاجتماعي، داخل معاهم علم النفس الاجتماعي. فانا قريت حاجه عايز اشارك حضراتكم فيها، تبع موضوع علم النفس الاجتماعي. ان في بحث كده عمل تصنيف لانواع الرجال من حيث وجودهم الاجتماعي، يعني نفسي اجتماعي، يعني نفسياتهم. طب لما بيبقوا في مجموعه بقى، سواء كانوا في شركه، في مصنع، في عيله، في ما هو ده اجتماع وده نفس. ازاي بقى بيبقى بيتنمطوا في انماط؟ فهم البحث ده عمل لهم 6 انماط. 6 انماط. اول نمط اللي هو بيسميه الرجل الالفا. انت عارف الالفا دي الفا ميل، يعني الذكر المهيمن. ده حتى في التعبير ده بنستخدمه في القطعان، الاسود والنمور والضباع والمش عارف ايه، يقول لك الالفا ميل. الذئاب مثلا الفا ميل، الذئب اللي هو الالفا. الفا يعني الفا الفصل الالفا. الالفا مان دي، الرجل الالفا ده اللي هو النموذج المثالي، ده احسن واحد، اللي هو النموذج المثالي للرجل. يتميز بالثقه العاليه بالنفس، يتميز بالقياده، بالجاذبيه الاجتماعيه والجنسيه. هو الرجل ذو القيمه العاليه الذي يجذب النساء كمثال، يعني بشكل طبيعي بسبب حضوره القوي واستقلاليته. صفاته الالفا مان ده قائد طبيعي، يعني حتى لو مش هو المدير، مش هو، لا انت بتحس ان بتروح مكان بيبقى فيه مدير بيروقراطي، يعني الوظيفه بتاعته هي اللي خلته يبقى مدير، وتلاقي فيه مدير حقيقي، تلاقي اللي ماسك الوزاره، اللي ماسك الشركه، اللي ماسك في واحد كده، هو ده الالفا. حتى المدير نفسه بيساله، بيعتمد عليه. طبعا اللي دخل الجيش عارف كده، تبص تلاقي فيه صول كده مدقدق في الكتيبه او في الوحده او في القسم او في البتاع، تلاقيه عارف احسن من رئيس القسم او او قائد الكتيبه. ده الالفا ميل، قائد طبيعي يتخذ قرارات حاسمه، يتمتع بالجاذبيه الجسديه والعقليه، غالبا ناجح مهنيا او ماليا، ويحافظ على اطار نفسي قوي، اي لا يتاثر بسهوله باراء الاخرين. مش اي كلمه تجيبه كلمه توديه، مش اي واحد يقول له كلمه لا لا لا، قوي، عنده مناعه كده من اي تاثير، قوي. هو يسمع ويعمل نفسه واخد باله، بس يفكر مع نفسه ويشوف الكلام اللي سمعه ده ليه معنى ولا مهم ولا لا. لكن ما يقولش ايه ازاي يعني يعمل ايه، لا، قوي. مثال رجل اعمال ناجح. الامثله بقى هتلاقيها رجل اعمال ناجح، رياضي او شخصيه قياديه تتمتع بحضور قوي. خلاصه الكلام، الالفا مان هو الهدف الذي يسعى الرجال للوصول اليه من خلال تطوير الذات. طيب نيجي بعد كده بقى للنموذج اللي بعديه، الرجل البيتا بيتا مان. الرجل البيتا، احنا قلنا الالفا ماشيين كده، الفا بيتا اللي هي دي الحروف الاغريقيه، الكتابه اليونانيه، يعني الفا بيتا زي الف ب. الرجل البيتا هو النقيض التقليدي للالفا، ده بقى عكسه. هو ينظر اليه دايما كشخص تابع، تلاقيه ده الدول كده، هو تابع خلاص. اقل ثقه بنفسه، وغالبا يسعى لارضاء الاخرين، ده عايز يرضي كل الناس، مش عايز يزعل حد، دايما مطيباتي كده، خاصه النساء، على حساب احترام ذاته. صفاته ان هو الراجل ده يميل الى التصرف بلطف مفرط، وساعات اللطف مفرط غلط على فكره، يقول لك يعني غلط تكون لطيف قوي، ودي حاجه انا اتعلمتها، خدت فيها دروس. يعني ازاي؟ لان انا طول عمري قارئ كده، واقعد اقرا كتب اجنبيه وبتاع فطبعا الاوروبيين يعني هم عندهم يعني مبالغه في اللطف ده، يعني انك تكون نايس كده وتكون بتاع، لان هم كشعوب مرتاحه، مفيش صراع جامد يعني. فانت لما تكون نايس كده بالعكس تكون محبوب. لا، في بلد زي مصر ما ينفعش تكون نايس، او السعوديه او البلاد العربيه، لان في الحياه صراع.
فالحياه صراع، فالناس عاملين